مساء الخير كل متابعين قناة أسرار كهرمانة، أهلا وسهلا بيكم. حط شخص في بالك واعرف نوعية تجاهك ايه وايه الرسالة اللي ممكن يكون بيوجهها لك. يلا بينا. الشخص ده بيفكر فيك من وقت للتاني وأحيانا بيفكر في التواصل معاك، بس هو شخص متردد، يعني مش عارف هو عايز ايه، حاسس بتردد كبير في العلاقة معاك. آم، واحيانا بيميل للزعل منك يعني، وده بسبب تأثره بالطرف الثالث، وده خلى العلاقة بينك وبينه فيها مشاكل دايما. يعني الشخص ده بيتأثر بالطرف الثالث اللي في حياته وبيزعل منك من وقت للتاني. بس تدريجيا الشخص ده هيبتدي يظهر في حياتك من جديد، وبيميل اكتر انه يفتح صفحة جديدة معاك. الشخص ده من وقت للتاني بيفكر فيك بقوة، وممكن يكون بيعمل معاك تخاطر، عشان كده انت كمان بتفكر فيه. يعني لو انت شايف انك طاقتك بتفكر في الشخص ده، فالشخص ده هو اللي بيبعت لك رسائل عن طريق التخاطر. وهي دي الرسالة اللي انا جاية اقولها لك النهاردة، ان الشخص ده بيعمل لك تخاطر عن طريق الأحلام، وعشان كده انت بتفكر بيه.